أهلا حبيبي المتابع، فديت الإصبع اللي دخلت على المقطع وخليك تتابع هذا المقطع. إن شاء الله راح تستمتع وراح تشوف تجربة جبارة. زواج، نحن سعوديين ورايحين زواج في أبو ظبي. حنوها الإمارات واحد، لكن خلينا نعيش التجربة أنا وأنت. معي ضيف يحبه قلبي جدا. يا مرحبا ابو عبد. مرحبا وسهلا. يا اخي انا بمسك الكاميرا بعمري يمديني. السلام عليكم، احييكم مشاهدينا متابعين. انا عندي في قناتي في اليوتيوب دائما كلمه تسمح لي اقولها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسعد الله صباحكم ويسعد الله مساكم في اي وقت كنتم تشاهدون فيه هذا اللقاء يا عزيزي المتابع. بالله كيف المقدمه. ما اطولها وما احلاها. ان شاء الله تستمتعون معنا، على الاقل ان لم يكن هناك فائده فعلى الاقل استمتاع. يا أخي الكاميرا جميلة. أنا أحس أن ودي أخذ هذه التجربة. أحس كذا بروح أنا وأنت في ساحة أول مرة أروح فعلا. والجزئية الثانية أنا يا رفيقك أول مرة أروح لأبو ظبي. والله أنت أصلا أول مرة تدخل مطار الملك خالد. صحيح. هذه شنطة ربيع، خلينا هنا نروح نصلي ونرجع. والله يا جماعة إني أحسب فيها شيء ثمين. إيش طلع الثمين اللي فيها؟ كتب يا صديقي، أصدقائي. يقول لا تنسرق الكتب. أنا للأسف الخشوع في الصلاة لا يغفر الذنب، أفكر في الكتب لا يجي أحد. مستحيل يا جماعة. دعوا رحلتنا، توكلنا على الله. وش قلت؟ قال الشاعر اللي يسمونه ممر السعادة أنا مسميه ممر المواجيب. مش توكلنا على الله. يا رجال أنا طاير عقلي دلحين من الطيارة، أنا أخاف من الطيران. مستحيل والله إنك تخاف. والله العظيم لما طاحت السحاب إنه يجي وضع. أشغلنا بالأمويين والحروب وفي النهاية طيارة عبد الملك بن مروان لم يصعد إلى السماء إلا لحظة موته. صح. أبشر بهم في القاع. في القاع أيوه. شيء يندله ولا شيء تجهل. كل يجي ضرك يحطون القاع سمع. شوفوا شنطته كيف برقم سري عشان الكتب. رقم سري ما أعرفه من يوم شريته وخلوه على وضعه. واضح أنها أصفار. واضح أنها أصفار. لا دقيقة 9. لا واضح السفرية بتكون جبارة. الكتب اسمه بهجة المجالس وأنس المجالس لابن عبد البر. يعني الرحلة هذه نستمتع فيها سوا. وهذا كتاب جديد طازج قرطاسته. اختصار لسير أعلام النبلاء. ما شاء الله. يعني بتفيدنا في هذه الرحلة. معك ساعتين لازم نستفيد. 2 و3 ساعات واروح بعد عن أيام. طول الفيديو بس أنا بتحاكى. بالنسبة لبهجة المجالس وأنس المجالس هذا خابره، ولذلك أنا ماخذه معي من باب هذا خويك المجمل. هذا تحس إنه لابس بشت. أصلا وش اسمه؟ بهجة المجالس. بهجة وأنس المجالس زين. وترى فيه في بعض النسخ يضيفون يكملون العنوان وشحذ الذاهن والحاجس، يعني تسج مني وأنا أسولف معك ترجع لي. تحس نرجسي هذا الكتاب. بس إنه جميل. طبعا صاحبه يا صديقي توفي قبل 1000 سنة. لا إله إلا الله. والله يا رب اللي به رجع عندي وجه الله انه سواه قبل 1000 سنة. شوف توفي في سنة 463. ليه ما تسوي كتاب انت؟ تبغى اذا رحنا بعدين اسوي كتاب، بس اني ابي اسوي لي كتاب يبقى مثل ما يبقى ذا. شربي. شوف طيب بيسوي كتاب بالنسبة لها مختارات من سير أعلام النبلاء. سير أعلام النبلاء الذهبي كتاب ينسب فوق ظني 20 مجلد. كتاب يجمع لك على اسمه سير أعلام النبلاء. أي إنسان نبيل تقريبا هو جايبه لك في التاريخ العربي الإسلامي. تمام. هذا نسخة الثانية. هذا مختارات من سير أعلام النبلاء للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى. وش سوى هو؟ اختار شخصيات على ذوقه. حلو. زين. واختصرها في هذا الكتاب. ايوه واختصرها في هذا الكتاب. مثلا يحط لك طال عمرك العلماء، ثم يجيب لك علماء أصبحوا حكاما فيما بعد، يعني هو عالم وفقيه وكل شيء بعدين صار حاكم. ويحط لك في البداية أحمد بن طولون، وعاد تمشي مع أحمد بن طولون مع أحمد بن طولون. شو تقول؟ تقول اسكت يا ربيع. قول ربيع يسولف على محمد بن طولون. هاي بشري طالع بنت. أنا متحدث وش أمورنا تمام. وتعليمات الملاحين على خشم. كما نود أن نعلمكم بأن التدخين على متن الطاولة ما هي بلنا. واضح يشرب على خشمي. ما هي بلنا. ممنوع نهائيا حسب أنظمة المملكة العربية السعودية. يرجى إغلاق جميع أجهزة. أنا ترى عندي كاميرا اسمها زبيبة. تمام. عندك كاميرا اسمها زبيبة. نعم. سوداء اللون
صغيرة الحجم فسميتها على اسم عنترة بن شداد. صعدت شديت. اي والله Flight flight number 235 is going to Abu Dhabi National Airport. Our flight time is 1 hour 20 minutes for each cruising altitude 35,000 feet for safety and comfort. ربيع القحطاني على متن هذه الرحلة، فإنه أمتلأ السماء والبحر بوجوده وبذهنه. شوف تقول ولا هو فيك. شوف سمعت آخر شيء قالت ما هو فيك، يعني ما هو كذبي، هذا صدق. الفيك هو الكذب. قالت وانت صدق. قالها ما رحبت بالربع. ما هي تعرفهم أجنبية ولا هي تعرف. أنهم يقولون إن الخبر ما ينسى سالفت. يحلمهم بزبيبة اشتريتها. أبي أصور بها يوتيوب ولا صورت بها يوتيوب، وإذا الحين قدري أبي أحلل فلوسها وبعلمهم بها من خلال قناتك. أنا آسف. شريت زبيبة بنت أم عنترة من جدة راقدة بالبيت. راقدة بالبيت الحين صار لها 8 أشهر لم تشتغل يوما، بس كان فيها ميزة، فيها مربيع صغيروري يجي على وجهي. اي لما قلت كذا الله، بس هي طبعا ما تميل معي. في شيء يسمونه ظني الكلوز اللي يخلي اللي وراي مشهب او مشعب ما ادري. طيب ايش نسمي الكاميرا هذه؟ فكر عادي هي الان انثى ولا ذكر؟ ما هي داهية عندك زبيبة فانا ودي ذكر. يتحدث اللغة العربية ونزوجهم مع بعض يجمع في الراس. شوف صل على النبي علشان العلاقة طال عمرك تكون أمورها تمام زين. خليهم كلهم أنثى. لا ما أنا مخليهم كلهم أنثى. وش رأيك لو أنك تصير ولد زبيبة؟ عنترة. أنا اشتقيت طال عمرك الموضوع من الشخصية نفسها، تجسيد الشخصية. إذا والله ربيع ما يحب أحد يفوز عليه خلاص. فأنا يوم قلت إن إذا هذه زبيبة عنترة خل كاميرتي ذكر، قال لا خلها ولد زبيبة. من اليوم ورايح أنا لا يمكن أزوج زبيبة إطلاقا. خلاص كبرت. من اليوم ورايح عنترة. حنا بنصور بعنترة بن شداد. يقول لو عرفت أيام السرور فلم أجدك رجوع مشتاق إلى مشتاقي. أبو ظبي شوف من اللي مستقبلنا. مرحبا مليون. الله يطول. شرفتوا ونورتوا في محلكم وداركم الثانية وداري الثانية. الله يطول. يا حبيبي يا حبيب قلبي يا حبيب قلبي يا حبيب قلبي يا حبيب قلبي. انت الثاني. حبيبي حبيبي. مش قادر أقول إن الجاني مصبر على طول على حزاني. إنت الجاني مصبر على طول على حزاني. اصبر على طول على حزاني. مش قادر أقول إنت الجاني مصبر على طول على حزاني. مش قادر أقول إنت الجاني طول على حزاني. أخوك عبد الله الخماش، وتحتها وأخوك ربيع القحطاني. سامحنا تحتها سامحنا على القصور. قسم عندك والله ما أقول كلمة واحدة، أنا حلفت قل لا إله إلا الله، والله الذي لا إله إلا هو ما تقدم عليك وأنت أكبر مني سنة، هذا عيب. أن وصلنا يا أخوان المقر الزواج. طبعا عاداتنا وتقاليدنا السعودية، الإمارات، خليجنا، كلنا نفس العادات والتقاليد، ترحيب بالضيف. والله من يوم نزلنا أبو ظبي والناس ترحب وترسل وتتصل، لكن شعور جميل أنا أشارككم إياه، إنه أول مرة أحضر زواج في الإمارات. ولا ترحيب تكسيك وتغطيك ولو أن الشمس مجهرتني.
لكن يا طويل العمر أقول لك هذا طيب تستاهله. الله يطول عمرك على أبواب القاعة، والله يدلنا وياك ولا يوينا ويبيض وجهنا كل ولي عيننا. اللهم آمين. الله طال عمرك تراد معتق. الله 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 الله. شوف كأنه علم في رأسه هنا. الله 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 يطيب أيامك. منك يا يوسف. كثر خير. ما شاء الله تبارك. كذا إن شاء الله بتكون شخصيتي أنا إن شاء الله في الزواج. ما شاء الله تبارك الله. اذكروا الله يا جماعة، اذكروا الله، لا حد يعطبني ولا حد يعيني. الله 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 يا يوسف. اليوم بتدخل زواج أخوك وصديقك بخيت بن حليمة الراشدي. بتشوف يمكن أو بتعيش تجربة جديدة غير عن زواجات أهل السعودية. يا يوسف أبغاك تعلمني. أنا وربيع، خلاص ربيع. قد حنا بنهزف كذا ولا كذا. ما هو هزف، ترزف. نهزف ونعرزف واستانس واستمتع، زواج وخير وخير. وسع صدرك يا ابن عمي. مثل ما تشوفون داخلين المجلس. الله الرجال يلعبون. اي والله تولى. اي والله فيه لعب وفيه يوله وفيه حركات بركات. يا سلام ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله ما شاء الله تبارك. شوف العذاء عثرب له.
الشباب عرفتهم في وقت ضيق وعرفتهم في وقت كل يعرف الرجال فيه. حصلتهم اخوان شمه، حصلتهم ونعم عبد الله من خيار الشباب اللي ما يمثل الجنوب، يمثل المملكه كلها، وافتخر واتشرف بخوته. لا هو ولا هو ربيع ولا يوسف اللي مثل عمار. طبعا يا جماعه عبد الله الان يصور مع الشباب مستمتع ومستانس، والجميع هنا يبدو مستمتعا فرحا مستبشرا. لايك واشتراك. نعم لايك واشتراك. نعم لايك واشتراك. ما شاء الله تبارك الرحمن. عاشوا العيال، عاشوا العيال. لبيه. مشاعرنا اليوم عظيمة. سلمت. أول شيء عاداتنا وتقاليدنا واحدة، من يوم دخلنا هالإمارات يرحبون ويثنون. العرضة اللي سووها أو مرورهم الشعبي تحسه حربي. يا سلام. نفس الشعور حسيته حربي بلا أدنى شك. أنا بغيت أستل سيفا يا رجل. وش بغيت تسوي بالسيف يا ربيع؟ بغيت ألعب بالسيف فقط، لا شيء غير اللعب. كيف أرزف يلا كذا يا كذا. ها شوف عدق 10 يا مرحبا يا سلام يا سلام يا سلام كأنك تخاشم. ها 1 2 شوف 3 4 5 6 حبيبي والله. يلا دخلنا يلا دخلنا سفور دخلنا شوية سفور. دول الخليج قلبها واحد، سعودي عماني إماراتي. بس السعودي ما يعرف يوم. الله يحفظ الإمارات، حكام وشعب، والله نحن نحبكم. يا بن حليمة لك تحيات وسلام، تجمعوا في غيتك كل الخليج. كان الزواج ممتع بشكل انتم ما تتخيلونه، وكان الجميع يلعب ومستانس ويلعب اللعبة الحربية، ضجيج وفرح. والله اشتراك وتابعوا متابعين والله. نورت شيء تقول اهم شيء. نورت الامارات. الله بنورك يا حبيبي. نورت الامارات ونورت ابو ظبي والشام. الله بنوركم. كيف تقول نورت وانا منكم وفيكم؟ افا عليه. والله اماراتي سعودي. الله يطول. سعودي اماراتي واماراتي سعودي. الله 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 الله. الشيرة. فرح بمعنى كلمة فرح. رجعنا مجالسهم ولا زال الطرب والمتعة تعم المكان. الله يجود عليكم الله يطول عمرك. جعلني فدوى. الله يطول عمرك. الله يطول عمرك. يا عزة النفس لا انتي ولا متي، لو كان بعض الأوادم بانت قصيرة. أنا مع الناس أعرف وش مشكلتي، عطيت بعض الأوادم فوق تقديره. خلصنا زواج واستمتعنا في دبي وفي الإمارات وفي أبو ظبي. الحين خلنا بنعلمهم قصة الأبيات. أنا أدندن بيني وبين عمري، المهم وأغني ذا البيت. ساعة سمع هو البيت ذا ويشبك مع خط. ايوه عز نفسك عشان انت كذا داخليا اذا مت تقول طالع في نفسك تقول علي الحرام اني عظيم اني اكل بيميني. اهم شيء تقولها لنفسك بعد ما تموت. ايوه يمديك تقول خلك جبل يا اخي، خلك جبل. احنا خلصنا الزواج وخلصنا من الواجب كله، يا رب لك الحمد. رحلة أسطورية استمتعنا فيها كثير، استانسنا. ثقافة جديدة علينا. أحسنت وتعرفنا على ناس كثير. شكرا أهل الإمارات بشكل عام، وعرفت ألعب أنا اللعب الإماراتي اليولة. صرنا أو بالأصح حاولت يعني. أجواءهم حربية بشكل جدا جدا جدا. اي والله. من يوم جينا للميدان لين سهرنا واللعب ما وقف. الحين رايحين الفندق ناخذ اغراضنا وبعدين على المطار. خلوكم معنا لين نركب الطياره. هيا بنا يا اصدقائي، هيا. ابى اسوي الحركه هذيك اللي تقفل باليد. تفضل طلع. لا حلف يلا توكلنا على
والله انت ركب من عندك. والله انت. والله انت. السلام عليكم ورحمة السلام الله عليكم وبركاته. مدير. قدر المبلغ عنده؟ كم هنا سنة أبو ظبي؟ كم شغل؟ الله يوفقنا وياك ان شاء الله ويرزقنا وياك حط طيب ابرع طيب حنسلو. اي يطفي النور يمكن هو اللي يصدم الرصيف عليه يا سلام. لا عادت حادثه خله على وضعه يفتح يشل الرصيف. والله انها قشع ما ادري هو الحين رفعنا ضغطه ولا ما ادري كان يقول اسكتوا باسلوب دربي يعني. هي تلبيخه بس لابسه ايوه ولا تتكلم معه ترى يتكلم ذيك اللغه وحنا مقصرين بذيك اللغه. احنا ما مقصرين احنا ما عندنا يا ابن عمي فاقد الشيء لا يعطيه ما كلف الله نفسا فوق طاقتها ولا تجد يد الا بما تجد ولا تدري ارض باي نفس باي ارض تموت. ايش رايك اشغل النور على شيء يشوفون المتابعين وجيهنا وانت حمل طال عمرك فضاخه لعيونهم انهم يستاهلوا انهم اللي قد عطونا وقتهم. لايك ولا سكرايب. يلا سكرايب هذا سكراب عندكم برين. لا تربيع يتحدث تحت في الدركس بسيتشن. الحين المطار قريب منا هنا ان شاء الله 5 دقائق بناخذ اغراضنا ونروح ان شاء الله. لا خلينا ندخل مع اللي يدور. يلا للامانه انها سفريه جميله لن انساها مع صديقي الصدوق ربيع اللي غسل الهدوم. اصبر خليني ارتب عفشي. في هذا المقطع ترى ببساطه احمد يعني مو ما في كلام فيه طال عمرك عندي ذا العطر الاسطوري. ورني اشوفه. هذا عطري الاسطوري ممتاز يا بني. انت صاير تطلع مع ناس كالشيخه. ليه؟ يا اخي قماش الثوب نوعيه الشماغ العقال الله يطول عمرك والقلابي. كلام كبير يا ابن عمي. يا حبيبي ما ادري يا اخي كان المشاهد الان يمل ولا تعتقد انهم حقين؟ مليت؟ ما مل يقول لا شوفه ياكل ما مل عنده اسناك شوفه ياكل. انا متاكد انك قاعد تاكل الحين ومستانس ومستمتع صح؟ باقي على رحلتنا ما يقارب 2 ساعة يعني بما انك يعني مطلع وانا والله احب الشعر واحب اسمع الشعر. بعض الاحيان الضيق وهذا الشيء هي اللي يطلع من مشاعر الشاعر صح الضيق. عطني انت باللغه العربيه الفصحى وانا بعطيك بلهجه. قد يكون من اشعار الحزن عند العرب هي الاكثر رواجا هي الاكثر بقاء هي الاكثر احسن انها توصل يعني توصل. فمن الابيات الحزينه شعريا مثلا اموت شوقا ولا القاكم ابدا يا حسرة ثم يا شوقا ويا حسرة. يا الربع انا ضايق وبالله دارون محتاج لي سجة طراف عصرية. الله واللي تبونه من يديني من عيوني بس اتركوني ترى اخلاقي تجارية. وفيه بعد بيت بالنبض من اعجب الاعاجيب والذ بيت في الحزين عندي يوم يقول خلوني اسج هي دنياي لو ساعة يكفي لنفسي من الضيقات ما جاء. الله أنت استشعرت هذا رجال وصل حزن على مظهر مشهد وموقف صعب لكن يقول أنا ترى الضيق اللي أنا فيه حاليا نفس الشيء ذا ترى نفس هذا الشيء اللي عجيب. قال يقول فيني تعب رجال ما عنده أخوان. فيني تعب رجال ما عنده أخوان تايه ويمشي في جنايز خوان. لا إله إلا الله. فيني تعب رجال ما عنده اخوان تايه ويمشي في جنايز خوان. والله اني خبر اللي بيت ما عادني ورع وين اسمعه لكن علم الله انه غاب عن بالي ذا الحين قائله. يقول العام حي وقبل العام يا حي العالم في ذا الليالي وضعها سيء. اذكر من التاريخ ان فيه ملك حزين تعيس وإذا فرح زود الفرحة إلين يخربها. فدعا واحد من وزرائه قال ألست وزيرا عندي؟ قال بلى. قال ألا يفترض أن تحل مشاكلي؟ قال بلى. وش العلم؟ قال أريد خاتم منحوت عليه 4 كلمات إذا قرأتها وأنا في سعادة عارمة جدا أثبت وأستمتع وأعيش الفرحة بتوسط، وإذا قرأتها وأنا تعيس جدا أثبت وأتركد ولا أحزن للحد اللي يجعلني أغرق في الحزن. يعني تكون عبارة ثبت مشاعري تثبيت. إيه. هذا له يومين ورجع عليه بخاتم. ولا والله انه منحوت على الخاتم واذا به مكتوب 4 كلمات. هذا الوقت توبه يوم ان كنت سعيد مره ترى بتروح اهدأ يا صاحبي وافرح بروقان وباستمتاع. ان كنت مره تعيس بتروح.
إلى هنا أقدر أقول لكم، أشوفكم المقطع الجاي. لايك واشتراك وحب كبير لك.